كان دايما عندي سؤال شاغل بالي. هل فعلا الميجا بيكسلز بتفرق ولا هي كلها مجرد أرقام بس عشان ماركتينج ونبيع؟ في الفيديو ده بالتجارب العملية هنعرف فعلا هل الميجا بيكسلز بتفرق ولا هو بس أرقام ولا في حاجات تانية أو عوامل تانية. في التست دوت احنا معانا تليفونين. اول تليفون فيهم هو السامسونج الاي 71 بكاميرا 64 ميجا بكسل، والتليفون التاني اللي معانا هيكون الايفون 13 بكاميرا 12 ميجا بكسل. هو دوت اللي هناخد بيه التست وهنشوف هل فعلا الميجا بكسلز بتفرق ولا هي كلها ارقام. ودلوقتي انا هعرض عليكم شوية صور في إضاءة نهارية وصور في إضاءة ليلية. لو شفنا الوردة الصفرة دي هتلاقوا إن اللي على اليمين التفاصيل فيها أكتر بكتير وواضحة أكتر عن الصورة اللي على الشمال. حتى لو شفنا مثلا الصورة السيلفي هنلاقي إن الألوان شكلها غريب شوية في الصورة اللي على الشمال، لكن اللي على اليمين التفاصيل حتى في التيشيرت أوضح. الوش كمان التفاصيل فيه أوضح، هنلاقي إن الدنيا التفاصيل فيها أوضح بكتير. ولو دخلنا على الصور الليلية برضو هنحس إن الصور تفاصيلها في اليمين أوضح شوية، ودي باينة في الصورة التانية. والصورة الأخيرة دي نفس الصورة ولكن النايت مود كان مفتوح فيها. برضو هنلاقي إن التفاصيل في الصورة اللي على اليمين أوضح والألوان فيها قريبة للحقيقة أكتر من الصورة التانية. وزي ما انتوا شفتوا في الصور ديت، الصورة اللي على الشمال دي كانت صورة 46 ميجا بكسل السامسونج الاي 71، والصورة اللي على اليمين كانت المتصورة بالايفون 13 ال 12 ميجا بكسل. مفاجأة مش كده؟ طب خلينا نتكلم ليه كان في الفرق الواضح ده، وليه الايفون كان صوره بنسبة 80% كانت هي الكسبانة عن السامسونج. والصراحة هو طبعا بيرجع لعدة أسباب، ولكن أنا هتكلم عن أكبر 3 أسباب في رأيي أنا الشخصي. رقم 1 وهو المستشعر أو السنسور. رقم 2 وهو البيكسل بيننج أو دمج البكسلات. ورقم 3 وهو المعالجة أو البروسيسنج، وفي رأيي أنا الشخصي ده أهم واحد فيهم وده أهم بند فيهم وده اللي بيأثر فعلا في الصورة إذا كانت حلوة أو وحشة. طب خلينا نتكلم بشكل مبسط ايه هما ال3 حاجات دول عشان نفهم اكتر. بالنسبة للمستشعر، المستشعر ده اللي هو السنسور، ده اللي هو ممكن تقول عليها ان دي زي عينك. المستشعر ده ممكن تعتبرها انها عاملة زي شبكة كبيرة، وكل شبكة فيها خلايا صغيرة، وكل خلية صغيرة بتاخد ضوء وبتعرف اللون من الضوء اللي داخل لها. فالسنسور ده لما بيكبر سنسور اكبر معناه ان الخلايا الصغيرة دي اكبر، فخلايا الصغيرة دي لما تبقى أكبر معناها بتقدر تستقبل ضوء أكتر، وضوء أكتر معناها إيه؟ تفاصيل أكتر للصورة. فالسنسور باختصار شديد كل ما بيكبر كل ما بياخد ضوء أكتر، والألوان تبقى أدق لأنه داخله ضوء أكتر وتاخد تفاصيل كمان أكتر للصورة. على عكس مثلا كل ما السنسور يصغر كل ما تلاقي التفاصيل أصغر. عشان كده لما تشوف مثلا في الكاميرات البروفيشنال هتلاقي ان واخد تفاصيل كتير جدا، لان السنسور بص على حجم السنسور. يعني هوريكم كده صورة، ده سنسور موبايل وده سنسور كاميرا، الفرق كبير جدا في الحجم. فطبعا فرق الحجم دوت بيعود على الضوء اللي داخل اكتر، تلاقي ان الصورة كويس. حتى في الاضاءات الليلية او في الاضاءة المنخفضة هتلاقي ان الكاميرا بتبرفورم اداء احسن بكتير بسبب السنسور الكبير ده. ونخش على تاني حاجة وهو البيكسل بيننج. البيكسل بيننج دي تقنية بدأت تظهر لما الميجا بيكسلز بدأت تكبر في الصور. البيكسل بيننج ده باختصار هو دمج البكسلات. يعني ايه؟ انت عندك، خلينا ناخد مثال اللي هو التليفونين الايفون 13 والاي 71. انت عندك الايفون 13 كاميرته الاساسية اصلا 12 ميجا بكسل، وعندك الكاميرا الاي 71 دي كاميرا
64 ميجا بكسل. الفكرة ان كل ما الرقم بيزيد كل ما حجم البكسل الواحد بيصغر. مثلا ورقة وقطعتها 12 حتة، وجبت ورقة تانية بس قطعتها 64 حتة، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي ان الورقة اللي اتقطعت 64 حتة، الحتة الواحدة حجمها اصغر من الورقة اللي اتقطعت 12 مرة او 12 حتة قصدي. هتلاقي اللي اتقطعت 12 حتة الحتة فيها حجمها اكبر. فهم قالوا ايه؟ احنا هنجيب كل 4 بكسلات او كل 6 بكسلات او كل 8 بكسلات على حسب حجم الحجم البكسل هنا كام وهنقلله لكام. فخلينا ناخد مثال، هياخد 4 بكسلات ويدمجهم يخليها بكسل واحد كبير، ياخد 4 بكسل واحد كبير، 4 بكسل واحد كبير. فتلاقي ان مثلا الكاميرا ال 48 ميجا بكسل او ال 50 ميجا بكسل بتصور بكواليتي 12 ميجا بكسل. طب ليه بيعمل حاجة زي كده؟ لأن البكسل الأكبر معناه صورة فيها ضوء أكتر، لأن كل ما البكسل صغر كل ما بياخد إضاءة صغيرة، لكن البكسل الأكبر ياخد إضاءة أكبر. فالبكسل الكبير ده اللي هما جابوا 4 بكسلات ودمجوها في بكسل واحد، هتلاقي إن البكسل واحد ده واخد 4 أضعاف الضوء، لأنه واخد ضوء 4 بكسلات مش ضوء بكسل واحد، فبالتالي بتاخد ضوء أكتر. وطبعا ضوء أكتر معناها تفاصيل أحسن حتى في الإضاءات المنخفضة. نخش على تالت حاجة، ودي في رأينا الشخصي دي أهم واحدة فيهم، وهو البروسيسنج. أنت لما تيجي تاخد الصورة أنت ما بتشوفش الصورة أنت خدتها دي على طول، لا، هو اللي بيحصل إيه؟ أنت بتاخد الصورة، فأول ما بتاخد الصورة دي بتروح على طول على المعالج، على البروسيسور. فالبروسيسور ده بيبدأ ياخد الصورة وفي ملي من الثانية، يعني في حاجات ثواني معدودة، بيبدأ ان هو يعمل بروسيسنج سريع جدا. بيبدأ ان هو يشوف الإضاءة، يشوف الكونتراست، يشوف الحتت الغامقة يفتحها، والحتت النور فيها ضارب بيحاول يسيطر عليها، يبدأ يظبط الألوان، يبدأ يظبط لحد ما يظبط الصورة الكاملة، ويبدأ ان هو يوريها لك. هو بقى بيعمل كل الكلام دوت في ملي من الثانية. فعشان كده لما بيبقى معاك بروسيسور اقوى او بروسيسور احسن، هو بيعرف يعمل الموضوع ده بشكل احترافي اكتر وبشكل احسن وفي وقت اقل. لكن لو معاك بروسيسور اوحش ممكن ياخد وقت اطول شوية، وهتلاقي ان اداؤه كمان قليل لان هو البروسيسور نفسه مش قوي. فعشان كده تلاقي التليفون اللي في 2026 بيديك صور مثلا ادائها مختلف عن التليفون في 2016، لان الدنيا تطورت، المعالج نفسه تطور، بقى اقوى، بقى اذكى، فبيقدر انه يسيطر على الصورة ويقدر يطلع لك صور كويسة. فهو الموضوع كله برضو مش هاردوير، هو سوفت وير اكتر ما هو هاردوير. عشان كده ممكن تلاقي تليفون زي الايفون، من الايفون اكس ولا من الايفون 8 لحد الايفون 13 برو ماكس، السنسور كان هو ال 12 ميجا بكسل، ولكن كانوا بيكبروه شوية، يوسعوا فتحة العدسة، ويقعدوا بيشتغلوا على البرمجة أو يشتغلوا على المعالجة البروسيسنج. فعشان كده بتلاقي من كل جيل وجيل أو من كل سنة لسنة تلاقي التليفون الجديد بيديك صور أحسن بكتير وهو نفس الكاميرا. فكلها المعالجة مهمة جدا، لأن ببساطة لو واحد شخص محترف تصوير ومعاه كاميرا متوسطة، واحد معاه كاميرا غالية جدا ولكن ما بيعرفش يصور، هتلاقي ان المحترف ده بيطلع صور خرافية، والتاني اللي معاه كاميرا غالية مش عارف يطلع لك صورة عدلة. فهو نفس الكلام، انا ايه يبقى الموبايل بيديك ارقام كبيرة جدا 200 ميجا بكسل و50 ومش عارف ايه وبتاع، وهو اصلا المعالجة عنده وحشة، تلاقي الصور اللي طالعة من التليفون يعني بايظة خالص. فانا عشان كده بشوف ان البروسيسنج بالذات هو اهم بند، ان هو اللي فعلا هيطلع لك يا الصورة حلوة يا الصورة وحشة فعلا. وده كان كلامنا عن الكاميرات. اتمنى ان فعلا يكون الفيديو ده فادكم وعرفكم الكاميرات انها مش جاست ميجا بيكسلز. واعتقد ان الصور اللي احنا شفناها دي وضحت فعلا المعلومة ان بالرغم ان ال A71 كاميرته 64 ميجا بكسل، الا اللي هو كان بيدي صور اقل من الايفون 13 في بعض المناطق وفي بعض الزوايا. فهي مش جاست ارقام، طبعا هو الرقم في حاجة واحدة ان الرقم اعلى معناه تفاصيل اكتر، ولكن مش معناه انها صورة احسن. اتمنى ان الفيديو يكون فعلا كان مفيد ليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو،
متنساش كمان تكتب لي كومنت وتقول لي انت كنت متوقع مين فيهم كان ال 12 ومين فيهم كان ال 64 ميجا بكسل. برضو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة، بيكم القناة هي اللي هتكبر والقناة تبقى أكبر وأكبر، وهتخلوني إن أنا أستمر أنزل لكم فيديوهات أكتر وأكتر. ومتنساش تتابعني على الانستجرام وعلى التيك توك، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.